السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هعمل النهاردة صينية بطاطس بالفراخ المشوية. مش اي فراخ مشوية، لا دي طعمها حكاية. شايفين شكلها عامل ازاي؟ والبطاطس تحفة. يا سلام بقى عليها مع الرز بالشعرية. يلا بينا. اول حاجة هجيب خلطة الفراخ المشوية وهنحطها في طبق، وهنحط عليها ملح وفلفل اسود، وبعد كده هجيب بابريكا عشان تديها اللون الاحمر الجميل ده. وهنحط كمان زيت، نص كوباية زيت. هنقلبهم عليهم مع بعضيهم، شايفين بالشكل ده. وهنقلبها كويس، قلب 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 لحد ما الزيت يتقلب مع البهارات كلها اللي حطيناها. احنا حطينا ملح في الاسود بس. البهارات بتاعت الفراخ المشوية فيها كل حاجة، انا بس عشان الحدقية بتاعتها تديها الطعم الحلو، ما تبقاش دلعة. وعشان الفلفل الاسود الزفارة ما تبقاش ريحتها فيها زفارة. وبعد كده جبت بقى كل قطعة من الفراخة وعملتها بالفرشة كده زي اكنك بتدهنيها. هتعملي قطعة قطعة وهتدهنيها كويس قوي. وطبعا هتكوني مقطعة الفرخة من اللي عند المفصل بتاع الدبوس، والصدر نفس الحكاية تكوني مشرحة كده عشان التتبيلة تدخل جوه في الفرخة، يبقى تتبيلة كمان داخلها من جواها الطعم فيها كده. خلصت كده تقريبا الفراخ. بعد ما اخلصها كلها اسيبها نص ساعة على رف التلاجة لحد ما التتبيلة الفراخ تشرب التتبيلة بتاعتها. وهنا جبت بصلاية وقطعتها شرايح او حلقات عشان هبدأ اعمل في صينية البطاطس لحد ما الفراخ تتبل بالبهارات دي. وبدأت اعمل البطاطس، قشرتها وبقطعها، هقطعها حلقات وسط، مش تخينة ومش رفيعة. وهنا جبت فلفل رومي وقطعته برضو حلقات. وهنا الدقة بتاعت الفلفل الاحمر مع الثوم حطيت عليها عشان تبقى حراقة. وحطيت برضو فصين ثوم كبار ومعلقتين كبار زيت، وقلبتهم مع بعض على النار. وحطيت طبعا فلفل اسود على البطاطس، وحطيت ملح. بعد كده قلبتهم على النار كويس لحد ما حسيت ان البطاطس بدأت تدبل شوية هي والبصل. بدأت اعمل الفراخ المشوية، احطها على الجريل واديها الصدمة بتاعتها علشان ما الدم بتاعها ما ينزلش. نسخنوا الجريل الاول وبعد كده نحط الفراخ عشان تاخد الصدمة على طول. واول ما نحس نلاقي ان الفراخ بدأت خلاص وشها يحمر من تحت كده، هنبدأ نقلب فيها ونحطها الجزء على الناحية التانية. سيبها براحتها خالص وتكون موطية عليها النار عشان ما تبقاش فيها دم من جوه. بس كده هنبدأ بقى اقلب البطاطس سوري الفراخ. سايباها خالص براحتها عشان الدم اللي فيها ما تبقاش فيها دم. واول ما تلاقي من تحت ادت اللون اللي هو زي شبه زي المشوي كده، ابدأي اقلبيها على طول. اهي قلبتها، بقلب فيها عشان ما تتحرقش منك، اما خلي بالك عشان ما تتحرقش منك. اهو شايفين بقى شكلها عامل ازاي. اهو كده خلاص بدأت تتعمل. هي مش هتستوي، هي ادت اللون اللي انتوا شايفينه ده اللي هو اللون الذهبي. بس كده سبتها شوية كده على الجريل عشان تديني اللون الحلو بتاعها.
اللي هو التحميرة بتاعتها، وبدأت احطها على صينية البطاطس علشان احطها في الفرن تاخد سواها براحته بقى. يعني الفراخ تستوي كمان من جوه، والصوص بتاع الفراخ ينزل على البطاطس فيديها طعم جميل حلو جدا. والصوص اللي طلع من الفراخ وانا بحطها في الجريل بدأت هرش على الفراخ كده من على الوش. الصوص ده يا جماعة بيخلي البطاطس والفراخ طعمها جميلة جدا. واول ما خدت غلوة على النار، اهي شايفين الصوص بيطلع منها اللي هي الصوص بتاع التتبيلة وصوص الفراخ، وطعم الفراخ جميلة جدا. حطيتها عليها ورق فويل، غطيتها بورق فويل وهحطها في الفرن لحد هنا كده. خلاص خرجتها وشلت الفويل. ايه رأيكم؟ شكلها حلو جدا ومستوية، والبطاطس في نفس الوقت مستوية، وشكلها جامد وهتعجبكم، وسهلة وسريعة. ما خدتش معايا يعني هي نص ساعة، وحطيتها في الفرن يعني بتاع ساعة الا ربع كده بس، عشان البطاطس كانت قربت على السوا، والفراخ نفس الوضع واخده الصدمه بتاعتها والسوا بتاعتها كويس. فالفرن زود سواها كمان وخلاها تبقى دايبه. هوريكم دلوقتي هي ازاي مستويه حلوه قوي، والبطاطس برضو نفس الحكايه مستويه جدا. ويا رب تعجبكم ارائكم وكومنتاتكم. يا ريت تفعلوا الجرس. والمطبخ نوني، وبالهنا والشفا. باي باي.